بعد أيام من تعارفهم مريم كانت حاسة باللي أخيرا لقات الشخص اللي يفهمها. كان دايما يسمع لها بالساعات، يحفظ التفاصيل الصغيرة تاعها، يعرفها وقتاش تكون زحفانة ووقتاش تكون فرحانة. ومريم من بعد مدة طويلة من الوحدة تعلقت به بسرعة. كان اسمه ياسين. في البداية ما كانش كامل كيما الرجال اللي عرفتهم من قبل، كان هادي وحنين ويخاف عليها بزاف. حتى صحاباتها قالوا لها يبان يحبك بزاف، وهي كانت تبتسم لأنها لأول مرة حست روحها مهمة عند شخص. لكن بالتدريج حوايج صغار بدت تتبدل. نهار كانت خارجة مع صاحبتها سارة، بعث لها مع مراكي، جاوبته عادي. بعد دقيقة بحثي لي صورة. استغربت شوية بصح قالت بين روحها أكيد غير يغار عليا. بحثت له الصورة، رد علاش لابسة هكذا؟ سكتت. كانت أول مرة يحسسها باللي حاجة فيها غلط. ومن بعد هذيك الليلة بدأت تنتبه لكل تصرف تديرو. قبل ما تخرج تفكر إذا اللبسة راح تعجبه ولا لا. قبل ما ترد على أي شخص تفكر إذا راح يغضب. حتى ضحكتها في السوشيال ميديا ولات محسوبة، وكل مرة تواجهه يرجع يقول نفس الجملة: أنا دير هكذا خاطر نحبك. وهذه الجملة كانت تخلي مريم تسكت كل مرة. لكن الحاجة اللي ما كانش تعرفها باللي الحب الحقيقي ما يخليكش تخاف تكون نفسك. ومع الوقت مريم ولات تبعد على صحاباتها بالتدريج. سارة كانت تبعث راكي مختفية، ومريم تجاوب مشغولة برك. لكن الحقيقة ما كانتش مشغولة، كانت غير تحاول ترضي ياسين بأي طريقة. حتى نهار كانت قاعدة تضحك مع أختها الصغيرة في الصالون، جاها ميساج من ياسين: راكي أونلاين وما رديتيش عليا. الفرحة اللي كانت فيها طفات في ثانية، دخلت تحتضر له مباشرة. وهنا بدات مريم تفقد حاجة مهمة بزاف، راحتها النفسية. وفي نفس الليلة قعدت تشوف في صورتها القديمة، صورة كانت فيها تضحك بعينيها كامل. وقتها همست: علاش مبقيتش هكذا؟ لكنها ما كانتش عارفة بلي الجواب راح يكون أصعب بزاف مما تتخيل. وفي نهار عيد ميلاد مريم صار موقف خلاها تبكي طول الليل.